فبيقول لها ما تنسيش ان ابوك لسه في السجن. فبتقول انه دايما بينقذها وانه قاسي بس مع الاشرار لكن بيخلي باله من الناس المحتاجة. وهو بيقول لها انها كانت ملجأه زمان لما مامته راحت لباباها، وبيقفوا ياخدوا صورة مع بعض شوية. وبيجي من جاي وبيديها عقد جايبهولها من بريطانيا. فالتاني بيقوله هي مش محتاجة حاجة. فبيقوله احنا اتربينا مع بعض وكنا بنحب نفس الكتاب، وبيديها الكتاب. فهو بيرميه وبيقربها منه غصب عنها عشان من جاي يمشي. فبتقوله انت بتهني ليه قدام الناس؟ فبيقول لها انت لسه شفتي اهانة؟ وبيخلي المساعد ليه يمشي الخدم عشان هي اللي هتشتغل مكانهم النهارده. وبيقابل واحدة في البيت وبيخليها هي اللي تخدم عليه وبيعكسها قدامها. فالتانية بتقوله انا فستاني ناقصه الجاكيت اللي انران لابساه. فبيقول لها اديهولها. فبتديهولها وبتصب لها الشاي وبتيجي تمشي. فبيمسك ايديها. فبتقوله ايه، فكرت في طريقة جديدة تهني بيها؟ وبتسيبه وتمشي. وبتطلع اللي معاه اصلا عارفة انها مراته بس هي بتساعده. وهو بيتضايق ان انران سابته معاها، يعني حتى مش بتغير عليه. بيرجع البيت وبيديها كتاب بدل اللي رماه، بس بتبقى نايمة وبتطلع محتفظة بالسلسلة اللي جابها لها زمان. وبيروح تشينج تاني يوم ليان وبيديله مفتاح بيت هو جابهوله زي ما وعده زمان. وبيجيب مصور عشان ياخد لهم صورة مع بعض. وبيقعدوا يشربوا وبيقوله بعد إذنك بقى النهاردة عيد ميلاد إنرون. فبيقوله ما تتعبش نفسك، أعتقد إنها مع شخص تاني دلوقتي. بيروح على الاستوديو بتاعها. فبتقوله ثواني يا منجي. فبيقول لها طبعا انت محبطة عشان مش هو. فبتقوله انا كنت هبيع له بس اللوح بتاعتي مش زي ما انت فاكر. ومن جين بيجي فبيكسر لها الحاجة وبيقول لها خليه يمشي عشان ما اكدهوش. فبتقوله انها مشغولة دلوقتي. وهو بيفتكر لما رجعت له شبكته لانها مش بتحبه. وبتقوله حتى لو مش هتتجوز تشينج فهي مش هتتجوز خالص. نيجي ليانج واللي بيقول هي تشينج اقتلك دلوقتي ولا لا؟ انت فاكر البيت ده هيعوضني عن رجلي اللي راحت بسببك؟ شينج بيبقى سرب معلومة عن باقي الأفيون عشان يمسك اللي لفق التهمة لمورين. وفعلا الراجل بيقوله إنه حد خلاه يلفق له التهمة بس هو ما يعرفوش. فبيروح لمولين السجن وبيسأله إذا كان له علاقة بموت أمه. فبيقوله إنه ما أذاهاش أبدا، هي كانت بتسرق خريطة منجم الدهب فهو حبسها عشان يعرف منها شركائها بس هي ما اتكلمتش. بس لو انت شايل حاجة مني فإنران ملهاش ذنب. فبيقوله إنران مراتي والنهاردة عيد ميلادها فهبعتلك حد يخرجك من هنا. وبيطلع من السجن بيلاقي إنران في البيت. فبيقول لها إني علاقتك بيه ونهرب من المدينة دلوقتي. فبترفض. وبيجي ميني فمورين بيسيبهم يتكلموا مع بعض. وتشينج بيبقى مبسوط وبيحضر لها عشاء على الشموع وبيفرش لها الأرض ورد بس هي بتتأخر. وبيعرف إن ميني هناك فبيتضايق وبيقعد يشرب لوحده. تاني يوم بيروح يانج وتشينج البيت الجديد وبيديله عقد وبيديله كمان الصورة اللي اتصوروها مع بعض في المسرح. وبيقوله من النهاردة أنا وإنران عيلتك. وبيديله الهدايا اللي جابها له في عيد ميلاده ال5 سنين اللي فاتوا. وبيطلع جايب له جزم وبيقعد يقول له قيس وهو بيرفض. فبيقعده وبيقيسه هو وبيلاقي رجله خشب. فبيقول له مين اللي عمل فيك كده؟ قولي وانا هجيب لك حقك. فبيزعق معاه وبيقول له كان لازم ادفع الثمن عشان البرج يفضل ثابت. انا مش ندمان وده مش ذنبك. تاني يوم بيبقى يانج بيدور على طريقة عشان يبعد تشينج عن انران. وتشينج بيقول لها انت ليه مش عايزة تقربي مني خطوة؟ فبتقول له انه مرة لطيف ومرة قاسي وهي مش فاهماه. وبيجي المساعد ليه يقوله انه الملجأ بتاع اللاجئين بيتحرق. فبيروحوا يساعدوا الناس. ومينج ووين البنت اللي قابلها تشينج بيجوا يساعدوه. ووين بتقول لها ان تشينج استخدمها بس عشان يخليها تغير وانها بتحب مينج بيقول لتشينج ان مولين زمان لما عرف مشاعركم لبعض كان هيطردك بس انران عشان تخليك قالت له انها تعمل اي حاجه هو عايزها ووافقت على الخطوبه مني. بس قالت لي بعدين انها مش هتتجوز حد غيرك. بيخلصوا وبياخدها على ظهره للبيت. ابوها بيطلب من واحد يوصله بشخص شارك في تشريح جثة ام تشينج بيرجع البيت بيلاقيها نايمة وفي ايديها السلسلة. ابوه بالتبني بيعرف انه طلع مولين من السجن وهو بيفتكر انه عايز ياخد منجم الدهب لوحده. فبيقول للحارس ينشر اخبار عن الايتام وبيتصل بيانج يقوله عشان يتحالف معاه. المهم تشينج بيوصله خبر ان الايتام مع عصابة وعايزين يقابلوه وفي حد بيخطف انران. تشينج بيروح يقابلهم في المستودع وبيبقوا حاطين الأسلحة على الولاد ورئيسهم بيطلع بإنران وبيقوله سمعت عن قصة جوازكم القصرية، واضح انك بتموت فيها. هي بقى هتنقذ مين فيهم، هي ولا الولاد؟ وبيخلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.